رجعنا معكم مشاهدينا من بعد البريك. وصلنا هلا لفقره ضيف اليوم، وضيفنا اليوم من داخل الاستوديو هو مهندس وصانع محتوى، والمحتوى يلي بيقدمه منوع جدا، رح نحكي عنه اكثر. المهندس عبد الله المرزوقي، اهلا وسهلا فيك بيلا سوشيال. حياك الله روني، وسعيد بانضمامي اليوم هنا معاكم في يلا سوشيال. اهلا وسهلا يا ميت، اهلا وسهلا. عبد الله، قبل ما نبلش ندخل بالتفاصيل بدي اطلب من حضرتك انت تعرف المشاهدين اكثر عن اختصاصك، عن مجال عملك، قبل ما نبلش نحكي عن السوشيال ميديا. عبد الله المرزوقي مهندس مدني يعمل في الصباح كموظف في القطاع الخاص، وايضا في السوشيال ميديا كصانع محتوى باكثر من 230 الف متابع في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وايضا اسعى في طموحي في رياده الاعمال. ان شاء الله خير يا رب. إن شاء الله. طيب، اي متى قررت عبد الله انك تدخل وتحترف السوشيال ميديا؟ طبعا البدايه كانت في اخر سنه لي في الجامعه تقريبا في 2017 2018. تعرف مع ظل تطور منصات التواصل الاجتماعي، مع الثوره هذه للواحد دائما يسعى انه كيف يقدر يستخدمها بالاستخدام المناسب واللي ممكن تكون اداه في تحقيق طموحاته. صح. بديتها خاصه مع خبرتي في مجال الهندسه المدنيه، قلت ليش ما اصنع محتوى في هذيك السنين وازيد حتى من انا معرفتي واعلم الناس الشيء اللي تعلمته. طيب، خبرنا تقريبا عن اول فيديو او اول هيك مجموعه فيديوهات، كيف كانت، عن شو كانت، تتذكرها؟ نعم، اذكر في اول فيديو كان في تغطيه للشاحن الاخضر، وهذه واحده من الاشياء اللي اشتغلت عليها حكومه دبي في مساعيها للاستدامه وايضا للسيارات الكهربائيه. فلذلك كانت شبه تغطيه، وبعدين انتقلت لمحتويات اكثر هندسيه بحيث اني اعرف الناس اكثر على هذا المجال، وايضا للناس اللي يشتغلون في هذا المجال على الاشياء اللي حاصله حواليهم. صح. عبد الله، خليني اقول انه اسمك على السوشيال ميديا وعلى انستغرام بالذات هو civil.ue. ليه اخترت هذا الاسم؟ سيفل مهندس يعني، بس انه ليش فعلا. اخترت هذا الاسم؟ فعلا انا احس اني انتمي للهندسه المدنيه، فبما اني مهندس فسيفل جايه من كلمه سيفل انجينير، وايضا فهي مهندس تعريف. مدني لاماره التعريف. وانا فعليا انا كنت محظوظ اني احصل على هذا النكنيم، لان تعرف اليوم روني في منصات التواصل الاجتماعي وزحمتها صعب انك تكون حظ مثل شيء عام، مثل خلينا نقول اسم عام مثل هذا الاسم تحصله. طيب، رح نبلش نحكي عن التفاصيل. يعني اليوم كيف مقسم صفحتك على انستغرام؟ هو فعليا بما اني مهندس، نعم، هو فعليا انا مقسمنها اول شيء الاساس الهندسي، المحتوى الهندسي ينقسم الى هندسي معماري وهندسي انشائي، وبعدين اغطي الجانب الريادي والسياحي المتعلق بالمشاريع والتطور العمراني والهندسه. اوكي. طب خبرنا كيف تختار المواضيع، وين بتشوف مثلا فيديو معين، خبر معين، ولا لا انت يمكن حتى انه تعايش بالامارات وفي عده سفرات كمان قمت فيها، يعني بتشوف المباني، بتشوف الاستدامه، بتشوف هالامور قدامك بتقرر تحكي عنها على السوشيال ميديا؟ صح فعلا، لان اليوم لو اكبر خلينا نقول خبير في مجال صناعه المحتوى والسوشيال ميديا راح يقول لك شوف شو الترند او الاشياء الرائجه. أيوة. او من مواضيع. فانا دائما اسلط المواضيع بحيث اول شيء تكون من الاشياء الناس اللي تبغى تعرف عنها. مثلا نفرض مثال اليوم عندنا مونديال قطر اللي هو كاس العالم للمونديال، فتكلمت مثلا عن الاستادات اللي احتوت هذه المباريات. ايضا الشيء نعم فعلا، وايضا الشيء الثاني اللي هو التطور اللي يصير في العالم وحتى في الامارات خصوصا من تطور عمراني والى اخره، فحلو ان الواحد يتعلم ويعلم الناس. بدنا نركز على نقطة كثير مهمة. الموضوع يلي حضرتك عم تطرحه على السوشيال ميديا موضوع يعني مش الكل العالم بتفهمه از تعابير ومصطلحات. خبرنا قديش اشتغلت انت على هالموضوع، لانه السوشيال ميديا مش مثل العمل. يعني اليوم بشغلك اللي قاعد معاهم تشتغل معاهم بيفهموا عليك وبتفهم عليهم. صح. بالتعابير، ولكن اللي على السوشيال ميديا اذا بدك تتوسع بدك شوي تبسط الامور. خبرنا كيف اشتغلت على هالنقطة. الحمد لله اليوم انا متابعيني عندي عدة فئات من المجتمع يتابعوني، سواء فئات عمرية وحتى فئات في المجتمع من ناس اصحاب اختصاص والى اخره، او حتى في اختصاصات اخرى. فلذلك اهم شيء انا عندي اليوم اطبق اسلوب عبد الله، وكيف المشاهد راح يشوف اسلوب عبد الله. يعني اول شيء احط فكرتي انا وامزجها مع احط نفسي مكان المتابع او المشاهد، كيف راح يتلقى هذه المعلومه، كيف راح يستفيد، هل ممكن في نقاط معينه حتى توصل لمرات اوصل للجانب النفسي اني عارف ان هذه النقطه مثلا هذا التاثير راح يملل الفيديو، راح يملل المشاهد او المتابع، فابتعد عنها. فمثل هذا القبيل. طيب،
عم نشوف هيك بعض الفيديوهات لك على انستغرام، نحن حبينا نعرضهم باستوديو. بدي اعرف منك، يعني حكينا قبل شوي كيف تختار المواضيع. اخترت موضوع معين، خلينا مثلا هيدا بجنن سكك قطار الاتحاد. نعم. هيدا الموضوع اخترته، هو موضوع كمان ترند بهيدي الفتره، واكيد دوله الامارات كثير مهتمه بهالامور، بهذا الموضوع بالذات. خبرنا، هيدا الموضوع اخذته كيف بلشت تكتب، كيف بلشت تعمل ريسيرش، كيف صورت، كيف كل التفاصيل؟ طبعا الحمد لله اليوم مشروع ضخم مثل هذا في الامارات شيء يعني يحفز الواحد انه يتعلم ويبحث حوله. طبعا مع خلينا نقول الاخبار اللي تطلع عن المشروع هذا، بديت قلت خليني ابحث واعلم الناس شو اللي انا ممكن ابحث عن قطار الاتحاد او عن هذا المشروع. أوكي. فالحمد لله اول شيء تبدا البحث عن الموضوع، بعدين جهز السكريبت او السرد، النقاط اللي انت ممكن تطرحها على الناس، بعدين تبدا تصور وتبدا تدخل في عمليه المونتاج، وبعدين الفكره الاخيره انك انت تشيك على العمل كامل قبل ما، او خلينا نقول تسوي ريفيو او مراجعه العمل كامل قبل ما تنشره، لان احيانا ممكن معلومه انك انت سهيت عنها سهيت عنها في مثلا نعم. في مواضيع مثل سكك قطار الاتحاد. نعم. يعني الموضوع منه عفوي، لازم يكون جدا دقيق، لانه مثل ما قلنا هو على صعيد دولي، مش فعلا. بس على صعيد مشروع صغير يعني. فعلا. طب بهيدا الموضوع بالذات بتروح على امور يمكن حصريه اكثر، بتجرب تنبش على امور منا موجوده على جوجل، منا موجوده بالاخبار او بالتقارير يلي صدرت؟ صح فعلا. الحمد لله اليوم انت يوم توصل لمرحله في كصانع محتوى في السوشيال ميديا او في منصات التواصل الاجتماعي، توصل انك لازم تبني علاقاتك مع سواء مع الجهات الحكوميه او الخاصه، بحيث انك انت توصل لاشياء او تغطيات حصريه او معلومات حصريه من اصحاب الاختصاص او من المشروع نفسه او حتى من الجهه نفسها، وهذا يعني يعطي مصداقيه وثقه للجمهور او لي لي كصانع محتوى. نعم. اليوم انت فرد من افراد عائله نيو ميديا اكاديمي، اكاديميه الاعلام الجديد. خبرنا عن هالتعاون، كيف هو التعاون وشو طبيعه التعاون كمان بيناتكم؟ في البدايه اول شيء دخلت كنت من ضمن ال50 شخص مختارين كصناع محتوى ينضمون الى برنامج فارس المحتوى 2 من سنه تقريبا. انضميت. بعد الانضمام الحمد لله حصلت على خلينا نقول تعاون مشترك بيني، كنت من الاشخاص الحصريين اللي شرفنا بالانضمام لهم، بحيث انه كانت عندنا عده اهداف، اللي هو اول شيء اني اطور مهاراتي، اكتسب مهارات، وايضا مثل ما ذكرنا قبل شوي ان الواحد يحصل على الاعمال والتعاونات بين الجهات سواء الحكوميه والخاصه من خلالها. اوكي. قبل ما يختم عبد الله خبرني، يعني كنا عم نحكي عن وياك تحت الهواء، قلت لي انه السوشيال ميديا هي صارت يمكن منحى اساسي وموضوع اساسي اليوم بحياتك. لوين عبالك توصل؟ لوين حابب توصل من خلال السوشيال ميديا او بالسوشيال ميديا؟ ان شاء الله اني اوصل كصانع محتوى مستقل، وهذا خلينا نقول بيوصلني لمرحله ان عبد الله بيوصل في النهايه الى شيء اسمه رياده الاعمال. فانا اشوف صناعه المحتوى هو جزء لا يتجزا اليوم من رياده الاعمال، ممكن يساعد رائد الاعمال على اشياء كثيره. صح. بالاضافه طبعا الاهداف الثانيه اللي هي الاهداف الواحد يكون ينتمي للمجتمع، ولازم انه يوصل لرساله او ثقافه معينه ممكن الاشخاص كلهم يستفيدون منها. صح. انا بدي ارجع اذكر المشاهدين civil.ue صفحه عبد الله على الانستغرام. انا عن جد من اشد المعجبين، لانه المحتوى اللي حضرتك عم بتقدمه بيختلف كثير عن المحتويات الثانيه الموجوده، مميز وهيك متخصص، وهذا الشيء يمكن بخلينا ننشد اكثر للموضوع. أتشرف. كل التوفيق لك، وان شاء الله دائما بنتابع اخبارك ونشاطاتك. امين وياكم ان شاء الله. شكرا لك. شكرا.